حكم التعامل مع جمعية العلماء المسلمين والكشافة الإسلامية فيما يخص الأنشطة العلمية وشنو هذه؟ والمحاضرات العلمية في دعوة أهل العلم ومشايخ أهل السنة وإلقاء المحاضرات عن طريق جمعية الكشافة الإسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في الحقيقة يا إخوان هذه الجمعيات تتنوع، كما ذكرت قبل قليل على قضية التفاسير، قلت تفاسير لها منحى لغوي ومنحى فقهي، جمعيات كذلك لكن ماش فقهي وحديثي. الجمعيات كاين اللي لها منحى سياسي، وكاين اللي لها منحى حزبي، وكاين اللي راكم فاهمين القضية. فاحنا الحمد لله رب العالمين دعوتنا قائمة على التجرد في الدعوة. احنا لا ننتمي إلى أي حزب من الأحزاب، بل نحن نكفر بهذه الأحزاب، ولا ندخل في هذه الجمعيات التي فرقت أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التي لها هذا المنحى. كاين جمعيات مثلا عادي تنشط مثلا في إطار علمي، في إطار علمي محض. أنا لو تدعيني جمعية نتاع جمعية الإلكترونيك وما عندهمش الإلكترونيك، ما عندوش علاقة بالتخصص نتاعي علوم شرعية، وما راحش ندير لهم أنا في الإلكترونيك. أنا نجي نتكلم نشرح حديث ولا آية وانتهى الأمر، وكل الناس يحتاجون إلينا ونحن لا نحتاج إلى كل الناس. أنا ما نحتاج واحد مثلا، ولا ما نذكرش تخصصات يعود تاني فيكم وكذا، جاء على لساني نذكر تاع الرياضة، خفت يكون فيكم هنا رياضيين، لأنه لا أنا ما عنديش، أنا عندي الرياضة روح نجري شوية وانتهى الأمر. ما عندي لا هذه القتالية ولا الأمور الأخرى، لا علينا. هذه الجمعية اللي هي علمية وفي إطار معين عادي جدا. لما؟ لأنها لا تتعارض مع منهجي، ما فيهاش توجه حزبي ولا سياسي. أما هؤلاء من ذكروا هذا عندهم توجه سياسي وتوجه حزبي، أحب من أحب وكره من كره. جمعية العلماء المسلمين أصحابها كلهم كانوا في الحزب، في حزب المشاكل، وعلى رأسها رجل يدعو ويصرح بأشعاريته. ومؤخرا وقفت على صورة من صوره في محفل ماسوني، نسأل الله العفو والعافية. أنا يا إخوان جمعية كما هذه والله لا أشارك في أي نشاط من أنشطتها. قولوا عني أنت عندك غلو، أنت متشدد، أنت من جماعة الإقصاء، قولوا ما شئتم، والموعد يوم القيامة. أنا هذا ديني وهذا اعتقادي، ما هوش بالسيف عليا. حتى الجمعية هذه ما تسيفش عليها أبدا، يقول لك لا حبيت، ما حبيناش يا أخويا، ما حبيناش. وكذلك هذا الكشافة الإسلامية هذه جمعية خيرية وكذا، هذه جمعية الناس استغلوها، ياك رئيسهم ولا في البرلمان ولا صح ولا لا؟ واش دخلك انت في البرلمان؟ ريح مع الشباب وعلمهم. كشافة كانت في وقت من الأوقات نعم ما عندها لا توجه سياسي ولا هم يحزنون. دخلوها الإخوان أفسدوها وصار منهجها على منهجهم، صلى الله العفو والعافية. وبعدين دخلت في الأمور هكذا، ولا أصحابها سياسة ما سياسة. احنا خاطينا السياسة يا إخوان، اللي يشتغل بالسياسة الله يسهل عليه. احنا ما عندناش يا إخوان، دعوة إلى الله تبارك وتعالى.